عارفين إن الملك هيراكليز هو اللي أنقذ الصليب من إيد الفرس؟ بعد ما الملكة هيلانا لقت الصليب، وقتها بنت كنيسة كبيرة جدا اللي هي كنيسة القيامة حاليا، وحطت فيها الصليب المقدس، وفضل الصليب موجود في الكنيسة لمدة 288 سنة. وفي يوم من الأيام قرر الفرس إن هم يهجموا على المدينة، وساعتها نهبوا كل الكنايس ومن ضمنهم كنيسة القيامة، ووقتها أخدوا الصليب ونقلوه لمملكة فارس اللي هي إيران. وفي الوقت ده ظهر هرقل واللي كان إمبراطور بيزنطي، وقرر إنه مش هيسيب الصليب في إيدين الفرس، وفوراً بدأ يجهز الجيوش ودخل مع الفرس في حرب فضلت 17 سنة تقريباً عشان خاطر الصليب. وأخيراً انتصر هرقل في المعركة على الفرس ورجع الصليب تاني وسط احتفال رهيب. ولما دخل أورشليم حاول يشيل الصليب على كتفه وهو لابس التاج والدروع عشان يرجعه كنيسة القيامة تاني زي ما كان، ولكن فجأة وقف مكانه وحس بحاجة بتمنعه من الدخول. وهنا سمع الملك هرقل صوت بيقوله: المسيح دخل المكان ده وهو في منتهى التواضع، وانت داخل بكل مجدك. وفوراً قلع هرقل التاج وكل اللبس الملكي بتاعه، ودخل وهو حافي وحط الصليب في مكانه وسجد له. وفضلت علامة الصليب قوية على مر التاريخ، ودي لأنها مش علامة عادية، دي علامة السيد المسيح. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب ادينا إيمان زي إيمان هرقل، ما نخافش من حروب الدنيا ولا من ضياع الحق. علمنا نتواضع زي المسيح ونحط مجدك قبل أي مجد تاني، بقوة صليبك المحيي من الآن وإلى الأبد. آمين.